في حاجة قابلتني في طريقي في القراية والثقافة والفكر والعلم، حاجة في الوقت الحالي مواجهاني، أو في مشكلة مقابلاني، أو مش مشكلة، بس هي إشكالية بسيطة في الأسئلة اللي بتجيلي بشكل عام، أسئلة نفسية أنا بسألها لنفسي يعني، مش أسئلة من حد تاني. إيه الإشكالية دي أو إيه السؤال ده؟ كالآتي: الأهم عندي أنا كراجل صانع للمعرفة، أو صانع للمحتوى، أو صانع للمعرفة بشكل عام. مش عايز أقول لك مفكر وفيلسوف عشان ما أضخمش في نفسي، أنا مش شايف نفسي كده، بس كراجل صانع للمعرفة، ايه الأهم بالنسبة لي؟ التأسيس، خلاص، ولا البناء؟ يعني انت مثلا في البعد الهندسي، لما احنا دخلنا في الهندسة هنلاقي ان بشكل عام عشان تبني ناطحة سحاب انت محتاج تحفر لك على الأقل تلت طول ناطحة السحاب دي، تلتها تحت الأرض. يعني لو ناطحة السحاب طولها 900 متر مثلا، 900 متر زي ناطحة سحاب برج خليفة، أكبر برج في العالم، هتلاقي ان تلت طول البرج ده او ناطحة السحاب دي، هتلاقي تلت الطول محفور تحت الارض كجذر، وك وكايه وكاساس لناطحة السحاب دي، هتلاقي تلت الطول. اذا التاسيس شيء اساسي عشان المبنى ما ينهارش وما يقعش على اصحابه. طيب، انا دلوقتي كراجل بقالي 5 سنين بقرا مقالات وكتب وافكار وهكذا، ثقافات مختلفه وهكذا. انا كراجل خلصت مرحلة التأسيس وهخش في مرحلة تانية، مرحلة البناء، ولا اهتم بمرحلة البناء؟ يعني ايه برضو الكلام ده؟ هفسر لكم اكتر الكلام ده عشان تفهموا قصدي يعني. يعني ايه تأسيس ويعني ايه بناء؟ تأسيس هي القراية، ان انا استمر في القراية، ان انا مهما يكن عمري وسني، لو وصلت لسن ال70 سنة هفضل اقرا واقرا واقرا لحد انقطاع النفس ولحد انقطاع العمر. طيب، يبقى اذا التأسيس هي القراية. طب ايه هي مرحلة البناء؟ هي صناعة المعرفة. ان دلوقتي انا عندي افكار في دماغي وعندي علوم ومعلومات، احولها الى معرفة من تأليفي انا، يعني انا منتمية الي، انا صاحبها، مش حد تاني. طيب، فهل انا دلوقتي اهتم بالتأسيس اكتر؟ انا كراجل عندي 30 سنة دلوقتي، هتم 30 في شهر 12 ان شاء الله، انا هتم 30 في شهر 12. لو انا عندي 30 سنة حاليا، اهتم بالتأسيس ولا اهتم بالبناء؟ الفكرة هنا ان انا مهتم بالاتنين بالتوازي، ولكن اهتمامي في الفترة الأخيرة كان بالتأسيس قل شوية. يعني التأسيس قل شوية في الوقت اللي أنا بعمل فيه محتوى أو بصنع فيه معرفة، بينما الناحية المقابلة نسبة صناعتي للمعرفة زادت جدا. يعني بقيت أعمل إيه مثلا؟ أمسك مقالة فكرية أو فلسفية، أو حتى أي مقالة في الإنترنت، أو في موقع كيورا، أو حتى في كتاب من كتاب أيا يكن، أمسك المقالة دي أقريها بشكل طبيعي جدا، اقوم داخل في عمليه التاليف المرئي. يعني ايه التاليف المرئي؟ يعني صوت وصوره. خلاص، قريت المقاله، احولها الى افكار ارتجاليه برتجل فيها، بطلع افكار جديده اثناء تصوير الفيديو، والفيديو ده اقوم تك منزله على منصات التواصل الاجتماعي، تيك توك ويوتيوب يعني بالذات. طيب، فانا لما بقرا المقاله بحولها على طول ل منتج بنائي او بناء، اني بعمل بناء، بعمل صناعه للمعرفه. طيب، هنا السؤال: قبل كده كنت بقرا لي 6 7 ساعات في اليوم او 8 ساعات في اليوم، بعد ما اقرا 8 ساعات او محول لي الافكار اللي تيجي في بالي او في دماغي، احولها لفيديوهات، مثلا فيديوهين 3. يعني معنى صح 8 ساعات قرايه او 7 ساعات قرايه وصلها ساعه صناعه محتوى او صناعه معرفه. هنا الوضع مختلف، هنا كل مقاله اقراها بحولها على طول لفيديو. يعني نسبه القرايه قلت جدا، ونسبه صناعه المحتوى زادت جدا، او صناعه المعرفه زادت جدا. اذا في معضله بين شكمانين، او بين حلقتي النار، ما بين انك انت تصنع معرفه، او ما بين انك انت تاسس الاول بعد كده تصنع معرفه. طبعا التاسيس لابد منه مهما يكن لم تاسس، لكن هنا العمليه اللي بقول لك عليها دي عمليه اكتر. ركز فيها في الجمله دي: عمليه. كلمه عمليه الثانيه دي وصف، عمليه اكتر، يعني اكثر عمليه. ازاي؟ انت ما بتقرا مقاله، لو انت قعدت 8 ساعات تقرا مقالات هتنسى المقاله الاولانيه اللي انت قريتها، او المقاله اللي انت عايز تعمل منها فكره. لكن لو انت مسكت مقاله تقراها الاول ثم حولها الى ارتجال والى تاليف مرئي او فيديو يعني،
تقوم محوله لفيديو الناس كلها تستفيد. انت كده اللي بتقراه من هنا بيطلع من هنا او بيطلع من بقك، الناس كلها بتستفيد منه. فكره حولتها لفيديو على طول، ده الايه التيك تيك او التيكي تاكا، اللي هو في ساعتها تخلص الموضوع. ما تستناش تقرا لي 8 ساعات بعد كده توقف بعد كده. دي فكرتي الخاصه. لكن انت لو بادئ قرايه، دي نصيحه ليك، لو انت بادئ قرايه اهتم اكتر بالتاسيس، ما تصنعش محتوى كتير قصاد التاسيس. يعني في البدايه ركز على التاسيس، انك تاسس نفسك صح، تقرا ساعات طويله. انا بتكلم هنا بعد 5 سنين قرايه، مش وقت الحالي، انا بادئ لسه حاليا، لا انا بادئ بقالي 5 سنين. كل يوم بقرا يوميا بدون تفويت ولا ربع يوم، يوميا بقرا. بادئ من اول صفحتين في اليوم، مجرد بس تسخين كده لمده 5 دقائق. ده كان اول اسبوع. بعد كده مع الوقت الكميه عندي تضاعفت لحد ما وصلت 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات في اليوم بدون مبالغه الى اخره. اذا الخلاصه والعبره في البدايه، لو انت قارئ مبتدئ ابتدي اهتم اكتر بالتاسيس. لكن لو انت قارئ محترف بقالك 5 سنين 4 سنين او حتى 3 سنين 3 4 5 سنين او اكتر طبعا، ركز اكتر على البناء. انك انت يكون عندك بعد ما يكون عندك قرايه كتير، قريت كتير الحمد لله، ركز بقى على البناء الفكري والمعرفي، انك انت تبدع ابداعات من عندك، انت تسيب بصمتك في الساحه والمجال الفكري والفلسفي والعلمي. دي وجهه نظري.